مرحبا بالجميع. سنعرج مباشرة إلى ما وقع في نهائي كأس إفريقيا المغرب 2025. ومع احترامي لجميع الآراء، تم تسليم كأس إفريقيا للسنغال مباشرة بعد انقضاء الأشواط الإضافية، رغم انسحاب منتخب السنغال أكثر من 17 دقيقة، وهذا في قانون كرة القدم غير مقبول. والحكم لم يعلن عن انسحاب المنتخب السنغالي لأنه لاحظ أن هناك انفجار سيقع في الملعب وستكون مجزرة كبيرة، وفضل أن يتريث حتى يعي ما وقع، ثم أكمل المقابلة باجتهاد منه، وهذا يحسب له لأنه تجنب الفوضى العارمة التي قد تعصف بالبطولة، وخاصة أكثر من 180 دولة تتابع النهائي، وهذا رقم جديد. زد على ذلك حضور عراب الكرة العالمية إنفانتينو. فصل الخطاب: يعتبر منتخب السنغال منسحبا قانونيا رغم إهدائه الكأس. بذلك استأنفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى الطاس، وقبلت السنغال بالحكم الكاف عليها. تصور لو وقع هذا لمنتخب بلدك، ما رد فعلك؟